صباح الخير شباب بنات، شلونكم؟ يا رب تكونون بخير وتكونون بصحة زينة. هذا طبعا كان ديب صغير وني ربيته وكبر ما شاء الله، صار ايش كبراته. شوفوا ايش كبره شلون صار. ان شاء الله بالمستقبل يكبر بعد اكثر، يصير مثل حصان طرواده. فيلا خليكم وياي وان شاء الله راح تستمتعون. واكيد الصبح قبل ما اروح للشغل لازم افتح ريقي بريوق بسيط وبريوق كله دايت طبعا هذا. وشويه جتنا ويا هاي المقبلات والسوب الزين والشوربه الطيبه من مطعم طيبه. مطعم طيبه طبعا يقدم لنا الخبز الحار واكله كله دايت، لا حد يصدق هاي مال دايت. شغلي هو عباره عن مختص بالحاسبات، يعني سيلز، بيع حاسبات، اللابتوبات، الجيمنج، الاكسسوارز مال البي سي، يعني مثلا الهيدفونات، السماعات، الميكروفونات، هاي الامور اللي هي مختصه بالحاسبات. فاي شخص يعني عنده سؤال او استفسار بمجال اللابتوب، مجال البي سي بولدنج، يعني حاسبات تجميع فوق جماعه الجيمنج، انا حاضر. اكو بيت جوا تقدرون تراسلوني عليه، واي سؤال انا حاضر. طبعا اللابتوبات الموجوده هنا طبعا اكو لابتوبات مستخدم واكو جديد طبعا حسب الرغبه. اذا واحد يسالني يقول لي شنو نوع اللابتوب الزين، يا شركه زينه، ماكو شيء اسمه زين ومو زين، كل الشركات نفس الشيء، بس اللي يفرق هي مواصفات اللابتوب من ناحيه سعه خزن، من ناحيه وحده المعالجه سي بي يو او الرام، ذاكره الوصول العشوائي. حسب كل ما تزيد المواصفات كل ما تعلى سعر اللابتوب. فهذا اهم نقطه. فالشخص اللي يدور على حاسبه يشتريها خليه يفكر بالمواصفات قبل ما يفكر اخذ يا شركه. هاي هي الاهم. يعني حاليا مثلا اللابتوبات الاغلبيه من تفتحها هي من مثل الهارد مالته وحده الخزن الداخليه من شركه معينه واحده، من كلهم من دبليو دي تقريبا. فكل الشركات تقريبا نفس الشيء. تمام، عليكم تهتمون بالمواصفات قبل ما تشترون. انت تعرف احتياجك شنو. انا اليوم اريد ساعه خزن لابتوب اخزن بيها، احتاج لابتوب مواصفاتها مو كلش عاليه بس ساعه الخزن مالتها تكون عاليه. هاي اهم نقطه. واي سؤال مثل ما قلت لكم انا حاضر جواب. فهسه خلي نخلص شغل ونروح ان شاء الله المكان راح تستمتعون به. خلص الشغل وطلعنا هسه الكرار داخل انا ومنو. مفاجئ. انا واثق راح نروح نتغدى وبعدين انا تعبان، يعني نتغدى وبعدين نجي. هسه تكون نتغدى ولا تروح على المفاجاه؟ وانت قلت له مفاجاه؟ لا هو يدري. لا يدري انا جاي اليوم. تمام صارح. اي لا راح نروح لصديقنا شو اسمه رسول بكت موجود هنا، اخوه مفتح محل فنروح نبارك له. بس قبل هذا انا رجعت. حياته هذا رسول باعه، هذا رسول مبين ذاك بالكاميرا. ايوه هلا. يلا خل نطبله. انا قلت على اساس نتغدى وبعدين نجي، بس يلا بعد صارت. لا ما قصر. يا بس السلام عليكم، شلونكم عيني؟ شلون الصحه الاحوال؟ دا اتفق اقول امور له هسه لا اكمل شغله ورنا، بس صارت قاعد يمي. شلونك عبد؟ شو اخبارك؟ شلون قلبك؟ ان شاء الله مرتاح، ان شاء الله بخير. الله يخليك يا الله يسلمك. شلون صحتك؟ شلونك؟ هاي رسول كل ما اجي من هنا امر عليه. شلونك؟ سمعنا اخوك فاتح ما قلنا مبارك له. الله يسلمك. والله هسه امر عليه مبارك له. مبروك، شايف الخير ان شاء الله. وين هو؟ بالفرع. يلا امر له. يلا. كان نوصل طبعا اخوه الرسول. يا السلام عليكم، شلونكم عيني؟ شلون الصحة؟ ان شاء الله بخير، ان شاء الله ربي آية الرزق وشايفين كل الخير، والله يرزقكم ان شاء الله. حلوة القهوة، اكيد نشرب قهوة. واردة معي ممنون. حلوة القهوة. طبعا وصلنا هنا فاتحين محل جديد، ان شاء الله ربي الموفقية لهم. هسه اشوفكم الشغلات الموجودة عندهم، شنو الشغلات الموجودة حلوة، اماكن اذا تريدون تمرون لهم. هسه حطيكم العنوان، تقعدون تشوفون شو الشغلات الموجودة، عندهم شغلات كلش حلوة هسه تشوفوها ان شاء الله. Do you want to stay the night? 'Cause I don't want to be alone. It's been weighing on my mind for too long, too long. Do you want to save a life?
'cause I just really need someone. I've been barely holding on, and I'm still running from my demons. I'm still hiding all my secrets, and I just need someone I believe in. Will you wait for me? طبعا هنا شارع العطار، هذا اسمه معروف بالكرادة داخل شارع العطار. وهاي هنا مصوغاتي اللي هو هذا الكارت مالتهم، تمام. هذا رقم تليفونهم اذا احد يريد يتواصل وياهم ان شاء الله عندهم، راح اخلي لكم رقم التليفون مالتهم جوا بالوصف. فهذا المحل مالتهم عندهم شغلات كلش حلوه، اشوفكم شغلات البرة ما تبين هنا يمكم، على الاغلب المفروض تبين. الولد طبعا هم اصدقاء لي، تعاملهم كلش حلو، حبابين، ف شغلاتهم والله كلش حلوه. سعادة طيبة. عاشتكم. الله يعافيك، الله يحفظك، ممنون. طبعا شوفوا رسول وصاني على شغله، وصاني بالفيديو السابق شايفينها، هاي الحذاء صغيرون اللي هذا الحاكه، فاني طبعا راح اشتريها له هديه مني له بفلوسي، انا راح اشتريها للرسول واجيبها له. طبعا ما يشتري، يجي بعد مره. انا احب الهدايا، قلت لك والله احب الهدايا واحب المفاجآت. انا راح اجيب له هديه الرسول. انا راح اشتريها له، طبعا هي مكلفه طبعا. يدل الرسول والله من عيوني. راح اروح ان شاء الله سوق الخردة والقى هذا الرجال الشايب واجيب لك اياه. حبيبي الرسول يدل. هاي اذا لقيته. لا القاه يلا ان شاء الله من القاه عماتين ان شاء الله اصور لكم شلون انا حجيبها. راح يدل. يلا نشوفكم ان شاء الله غير مكان. شباب هذا الولد تعامله ناس سلس والله، حباب خوش ولد، يبيع تيشيرتات صح ما له واحد يعرفه بس ما يخالف، تعالوا اشتروا من عنده. صح منتجاته هي صح عنده صينيه بس يقول درجه اولى، ولا تصدقون هالموضوع هذا، بس يعني حلوه شغلاته حلوه. انا اخذت تيشيرتات مال بيجامه وتيشيرت، شورتات اثنين اخذت للجيم، اخذت تيشيرتات تمام، لان على مود شويه تعامله حلو. يخالف جواب يعرف تعرفني اكثر منه. اي من كثر ما ماخذين من عندكم قفص عليهم. طبعا بمجمع ليت الولد الحلو تعامله حلو. انا من النوع اللي طبعا الح هواي من ناحيه المعامله، خاصه اشوف واحد يعني يبيع اظل الشاقه والداهر فد مره. الولد كان كلش سهل وسلس بالتعامل، يعني نصيحه يروح ما يقصر، ويقول انه ما حد يعرفك انت مثل ما انا يعرفوني هنا. فالشباب شو يقولون ما حد يعرفه واشتروا من عنده شغلاته كلها زينه اصليه يلا هذا الولد هذا هم قفاص ثاني حبيبي والله. اليوم درجه الحراره 43، متنا من الحر، فلقينا هذا المجمع طبينا بيه لان جتنا نسمه بروده مو طبيعيه، فقلت له واضح خلينا نطب للمجمع هذا بحجه نشوف شكو ماكو بالمحلات. المشكله والله طبينا للمجمع لقينا بس شغلات ما نسائيه، مكياج، ملابس نسائيه، مبوحه، هسه اكو واحد مفتح الشيء مال زلم ماكو، بس بعدين اكو شيء فوق يعني شو اسمه اكو شيء فوق خلينا نشوف. يعني البروده اللي بينا ما هن نطلع عارف الشيء هسه نطب لانه عندهم فشي مال ولد. ايش مكتوب؟ مطاعم، صالة العاب، مطاعم. يلا خلينا نطب المطاعم. عجبني اول ما صعدت كان القى هذا الجناح، يجي هنا واحد يوقف يطق صوره، خلينا نرجع لي ورا حتى يبين الجناح عندكم. اي اوقف واطق حتى تصير هنا. وهذا محمد المجنح، اهم شيء لا قرمز. هاي الجناح. خلينا نشوف غير، خلينا نصعد فوق بقد نشوف انه مكان قالوا كنا فوق مصلى ومطعم، خلينا نصعد لهم. ما هنا نطلع لين الهواء بارد. يعني اكسسوارز شغلات مال نسائيه، كلها هنا شغلات نسائيه، كلها هنا شغلات نسائيه وداخلين هنا متورطين. يلا لا كل من ماخذ الكفر مالته، انا ماخذ الكفر مالتي واثق. طبيت بهذا المول، طبينا شيء بالصدفه مثل ما قلت لكم على مود البروده، فشد مكاني هالمكان الحلو بشغلات الكوابه حلوه. يعني الكوابه طبعا حلوه، انا احب شغلات الكوابه مكوابه، يعني شغلات منزليه تمام حلوات حلوه. ذني الكوابه على 1000 دينار، ذني الماعين حلوات. هاي شغلات مال المطبخ، ذني الجدوره، ذني جدوره تيفال، القواري هذه تخلي بيه مي حار وفوق هاي تهدر عليه شاي.
ذني الكوابة حلوات مال شاي اخضر. لان اشكال الحلوة تتخلى يم الدرج شنو الورد. انا احب ذني التحفيات، احب ذني الفقرات الحلوات. حلوة هاي الرقة، العصفور، البطة، كلش حلوات. البومة هاي سعرها 13,000 لاني على 1000 دينار 1750 دينار. حلوات. هاي 6000 دينار. ورد صناعي بس شكله حلو. حلوة شغلات هنا. ذني العلاليق الخوص كلش حلوة، كلش حلوات، عجبني. هذا كله على 15,000. هذا كله 9000 دينار. هاي الحلوة، الإهرامات، برج دبي، تمثال الحرية يمكن أمريكا وهيك، طاحونات. أنا عندي نفس هاي الدراجة، نفس هاي خالها هذه المعرض حلوة. من الفقرات اللي يتخلن عن المعرض أنا كل شغلات أحبهن. نفس هاي الدراجة عندي، نفس هاي الدراجة. جمل الإهرامات المصرية، الفراعنة. هاي السيارة كاملة حديد ومدفع، وهاي وازمة الحرب. يعني شغلات تخلين بيها شوكليت ما شوكليت يتقدم بها للخطار. شغلات حلوة. ذين البنكات العمودية. هنا طبعا الأجهزة الكهربائية اللي هي هاي مثلا مال أجهزة اللي يسوون بها الفينجر أو أجهزة القهوة أو الخلاطات، أجهزة كهربائية مال المطبخ. طبعا هنا عنده نقاش أنا وواثق على موضوع. هو أنا أصحاب المخدة الطبية، هو يقول لا أدري شو النعام، يقول لي روح لي يا هاي شو النعام هاي ولا شنو هاي. بس هي ريش، ما قال ريش نعم، ما حد قال ريش. ما يعني حالة وجودها مثل عدم وجودها. طبية أحسن لك. أنت قافل على شو النعام، بس أنا نصيحة، أنا مستعمل الطبية صار لي فترة كلش طويلة، طبعا أنصح بها. هاي كليش النعام وجودها مثل عدم وجودها، أحس إنه تنزل فد مرة راسك يصير هيك. اي انا عندي فقرات عنقيه اعاني من عندها، ما تفيدني، ما تفيدني ذيك الطبيه. والله انا نصحتك بهالموضوع، انت براحتك. اقول لك 3 منطيتين ما يفيدني النصيحه، ما يفيدني النصيحه. خل اشوفكم ذني احسن. ذني مال الاطفال، اندر ارمر، ذني جنط مال الجيم، احذيه مال الرياضه. حلو والله الجنط، احذيه حلوه. حلو هذه مال الجهال. هاي البساط حلو، هذا كلش حلو. هذا البساط عجبني، حلوة هاي خفيفة كلش. وحاليا هذا الكوكتيل الزين اجاني هسه نبرد بيه قلبنا. تمام، انا واثق يوم قطع قلبه كلش محتار سوداء علي. مو كان العشاء والله صدق ما تعشينا، لان الجو انقلب تراب هذ مره وتعبانين، فقلنا خلينا نفلت للبيوت. بنوصل لحد هنا نتكن، خلينا نرجع للبيت ناكل. نعتبر شوي ناخذ تصبيره يصيحوا لها هاي منا لحد ما نوصل للبيت، تصبيره نصبر على نفسنا. طبعا قاعدين هي الفلوج بس فاتت منهم شباب حلوين ومرتبين. ما نروح بغداد، ما نروح بغداد، جيتارات، نغني. انا عمار ياسر، حلاوي وعمار ياسر الولد، فهد الولد هم عندهم فرقه يعزفون بيها. بعدنا جديدين، بعدهم جديدين موفقين ان شاء الله. يشوف شنو عندكم بيت شيء؟
والله بعدنا بس حاليا كل واحد على حساب الشخص. عن قريب زين عندكم اعمال حتى الناس تشوفها بشيء؟ عن قريب راح نصير ان شاء الله تشوفون الولد. ان شاء الله موفقين بشغلكم اشكرك وان شاء الله تلتقون. حبايبي راحتكم عيوني يا 100 هلا كل هلا بيكم. المهم شباب ان شاء الله استمتعتوا بهذا الفلوج. حبيتوا الفلوج السابق اللي راح اليوم مال الدعافيس، ان شاء الله حسلكم مع الثاني احلى بعد. واي ملاحظه حابيها اكتبوا لي بالتعليقات ان شاء الله اخذ بيها. صار تراب كلش فحاول اني بسرعه. اشوفكم في فلوجات ثانيه. شكرا محمد جنباري. باي باي.